بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. فأول كل حلقة بقول إحنا ما بنحللش تكتيك للمباريات، إحنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على أداء اللاعبين داخل الملعب، وكمان بتأثر على نتائج المباريات. قبل ما نبدأ حلقتنا اكتبوا لي في الكومنتات أسباب هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز اليوم، وكمان اكتبوا لي أسباب فقدان النادي الأهلي 7 نقاط في أول 4 مباريات في الدوري العام. عنوان حلقتنا النهاردة: نجوم الأهلي يعاقبون أنفسهم أم يعاقبوا ريبيرو؟ إيه رأيكم في الكلام اللي أنا بقوله ده؟ لو أنت عاوز تعرف النادي الأهلي انهزم ليه النهاردة، اسمعني أنا وما تسمعش حد هيحلل تكتيك النهارده، لان اي تكتيك النهارده لمباراه الاهلي وبيراميدز مش هيبقى مظبوط. طب انا هقول لك مش هيبقى مظبوط ليه. بدايه كده من وجهه نظركم، كميه ريبيرو جت مع كميه لعيبه النادي الاهلي؟ انا شايف لا بصراحه. لعيبه النادي الاهلي ما حبتش ريبيرو، ما حبتش ريبيرو. نزلت في اول 3 ماتشات، عملت اللي عليها، بس كانت بتلعب وهي مش مبسوطه داخل الملعب. النهارده من اول دقيقه ولاعيبه النادي الاهلي كانت مكشوفه قوي جوه الملعب. من امتى احنا بنشوف لعيبه النادي الاهلي لما بتتعرض لضغط وبيبقى ضغط محك على فقدانها دوري او فقدانها مباراه رئيسيه في اي بطوله، بتتوتر وبتقلق من اول دقيقه في المباراه؟ الكلام ده ما بيحصلش، بالعكس. الموسم اللي فات احنا شفنا اداء النادي الاهلي في اخر 6 مباريات كان اداء زي الحديد. لعيبه الاهلي كانت رجاله في الملعب، ونهوا الدوري وهم اول دوري وحصلوا على البطوله. طب ايه اللي حصل السنه دي؟ اللي حصل السنه دي اللي لعيبه الاهلي ما حبتش ريبيرو. لما ما حبتش ريبيرو نزلوا الملعب النهارده وهم فاقدين الدوافع وفاقدين الاهداف وفاقدين الحب وفاقدين الشغف، وملهمش نفس يلعبوا كوره. انا نازل الملعب وانا ماليش نفس، نازل تحصيل حاصل، نازل وما عنديش اي دافع ولا اي هدف نلعب بيه ماتش النهارده. لا باص عدل، ولا ضغط عدل، ولا تحرك عدل، ولا اي حاجه في المباراه عدله من ناحيه لاعيبه النادي الاهلي. كل ده مش تكتيك، وكل ده مش توظيف، وكل ده مش خطط. لا يا جماعه، مش دي لعيبه النادي الاهلي. الاهلي في اي مباراه لو حتى 11 لاعب بفانيلا حمراء ادائهم هيبقى افضل من كده. ولكن لعيبه الاهلي النهارده باختصار بيع ريبيرو. لعيبه الاهلي النهارده بتقول نقطه ومن اول السطر: احنا مش عايزين ريبيرو، احنا هنكمل الدوري من غير ريبيرو. ده اترجم في ادائهم النهارده في ماتش بيراميدز وفي ادائهم طول ال90 دقيقه. انا شايف ان دي الاسباب الرئيسيه لهزيمه النادي الاهلي النهارده وفقدانه 3 بونت وخسارته 7 ماتشات من اول الدوري العام. انا بناشد اداره النادي الاهلي، اللاعيبه خدت قرارها في الملعب وعاقبت ريبيرو، فهل هتقفوا مع اللعيبه ولا هتقفوا مع ريبيرو؟ لو وقفتوا مع اللعيبه انا شايف ان الدوري لسه في الملعب. لو وقفتوا مع ريبيرو هيحصل مشكله كبيره، وكمان ماتش او ماتشين هنقول للاهلي هارد لك، انت خسرت الدوري من اول 6 ماتشات. لو سمحت يا خطيب صحح المسار وكمل الدوري بعماد النحاس، او هات مدرب اجنبي محترم. لو الحلقه عجبتك اكتبوا لي في الكومنتات. لو سمحتم لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وامنه.